السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة جاي اكلمكم كده في نقطة انا كلمتكم عليها قبل كده، بس برضو زيادة تأكيد عشان خاطر اللي ما سمعش يسمع وكله يسمع بعض. الحاجة دلوقتي بقت غالية جدا، فانت وانت نازل اشتري حاجة تكون عارفها ومتأكد منها، وتسأل وتلف على الأسعار بشكل مستمر. اتنين، لازم تفرز الحاجة. تلاتة، لازم تشوف الحاجة اللي انت شاريها ديت باللتر، يعني التلاجة ما بقتش بالقدم يا جدعان. عرفوا بعض باللتر بالموديل. خش على النت، اقرا على التلاجة اللي انت عاوز تشتريها، وجيب الموديل عشان محدش يضحك عليك. هات موديلين 3 موديلات، خليهم في دماغك وانزل اسأل عليهم. البضاعة ناقصة في السوق وكله بيبيع بالسعر الغالي، وطبعا البضاعة غالية. فانت وانت نازل عشان ما تضحكش علي. انا بيصعب عليا، انا مش عاوز ابيع، بس انا عشان انتوا اخواتي فانا جاي بكلمكم من الواقع. انا بيصعب عليا لما واحد ينزل يجيب تلاجة 14 ويديها له 13، ويرجع له يقول له ده مكتوب عليها 13 والكلام ده. اشتري باللتر وريح دماغك. واحد عاوز تلاجة 18 خدها 14. هي التلاجة كده. التلاجة بتبقى يا اما تجيب بالموديل، يا اما تقول انا عاوز 14 يديك حاجة 13 مكتوب عليها، حاجة 14 يديك حاجة 18 يديك حاجة 14. في اللي هي ال جي بالذات بيبقى مكتوب عليها 14، وهي اصلا مكتوب عليها 14، اللي هي التركي المستوردة. اي حاجة مستوردة دلوقتي ما بقتش تنزل، لو نزلت دلوقتي هيبقى سعرها عالي. الناس اللي سألتنا على التلاجة اللي هي السامسونج اللي هي فريزر من تحت، موجودة عند 4 تلاجات. دول اللي عايز يسأل على سعرها يسألني. بخصوص المراوح، الناس اللي بتسألني مراوح يشتريها بسعر كويس، في أقاي، في كارنفال، وفي اي تي. احسنهم كارنفال دوت استعمال شخصي، وعندنا في البيت جايبها، اذا كان حائط ولا اذا كان عمود. عايز تعلى طبعا فريش وتورنادو، دول اعلى حاجة. فشوف انت عايز ايه واكتب لي في الكومنتات. لو انت في حاجة انت عايز تعرفها اكتب لي اقول لك. للناس اللي سألتني على السقف، 3 موديلات يا جدعان في المروحة التورنادو. السقف في العادية ب1050 النهاردة، في التانية اللي هي الاتش اللي هي الافضل ديت ب1500 جنيه، في التالتة ب1800 جنيه اللي هي مولاندا ليد. الفريش اللي هي ديت اسمها رافال، دي وصلت 850 جنيه، عشان تبقى انتوا فاهمين وفي الصورة. لو عايزين اي حاجة تكتبوا لها في الكومنتات ارد عليكم، اكتبوا لي. سلام.